لسه لابسه خمار جديد ومش عارفه تلفيه ازاي. تعالي سوا نشوف بيتلف ازاي. اول لفه وهي ان احنا بنقسم الخمار لشكل مثلث متساوي، بنطول جزء ونصغر جزء ونثبته بدبوس. بنرمي الجزء الصغير ورا ظهرنا والجزء الطويل بنعديه الناحيه التانية عند كتفنا ونثبته بدبوس. اللفه دي يونيك جدا، الفاينل لوك بتاعها تحفه واكتر لفه مشهوره. هنا بقسم الخمار بشكل مستطيل متساوي، بثبته بدبوس مشبك من فوق في بعض، بعدين بحط دبوس تاني من الجنب بيكون ثابت. شكله حلو، الفاينل لوك بتاعه خمار كوري مغطي الظهر كله، محتشم جدا وفي نفس الوقت مش تقليدي وشكله شيك قوي. هنا بكون قسمه الخمار مثلث، جزء طويل وجزء صغير. بجيب الجزء الطويل بثبته من جنب في راسي، ما بعدوش الناحيه التانية خالص، بيكون شكله بناتي وكيوت قوي. تعالوا بقى اوريكم اسهل لفه خمار. بنقسمه نصين وبنطول طرف شويه، بنثبته بدبوس، بنرمي الجزء الصغير ورا والجزء التاني على الكتف ونثبته بدبوس صغير. اللوك ده مناسب لكل الاعمار وبيبقى حلو جدا وسيمبل وهادي ومحتشم. هنا بقى بقسم الخمار بشكل مستطيل، جزء طويل جدا وجزء تاني لا يذكر. بثبته في الجزء الطويل بدبوس، بعدين بجيب الجزء الطويل بعديه للناحية التانية مش للآخر وبثبته بدبوس. اللوك ده مناسب قوي لبنات الجامعة لأن حركة الإيد بتبقى سلسة والخمار ثابت. اللفة دي بقى لو بتحبي تبيني البندانة، بنقسم الخمار وبنرمي الجزء الصغير ورا والجزء التاني بنعديه الناحية التانية بس مش للآخر. الخمار مقاسه 140 في 140، أحسن حاجة مقاسه كبير نقدر نلف كذا لفة مختلفة. الخامة كريب شيفون ناعمة جدا على البشرة وما بتتزحلقش، ألوانه كتير وما بتتأثرش مع الغسيل.